السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم كريم سماره من سوشيال بزنس كيدز. انا حاليا بشتغل سوشيال ميديا ترينر. هقول لكم على شويه تعريفات كده اهوت في الموضوع الاعلانات برضك على الفيسبوك، ان انت ازاي ممكن تعمل الموضوع بشكل اكثر فعاليه. طيب، الفيسبوك مؤخرا ضاف اكتر من حاجه، في حاجه اسمها كاستم اودينس، وحاجه اسمها لوك لايك اودينس، وحاجه اسمها ويب سايت كاستم اودينس. طيب، الكاستم اودينس دي اللي هي ايه؟ دي معناها ان انت بتجمع داتابيز عندك باي شكل كان. ممكن تبقى بتجمع الداتابيز دي اونلاين، بتعمل ايفنت وتخلي الناس تسجل فيه، وبعد كده هوت بتعمل اعلانات للداتابيز اللي عندك بس. يبقى انت كده هوت الاعلان بتاعك بيتارجت الناس دول بس. فاول حاجه الكاستم اودينس دي معناها ان انت هتعمل اعلان لداتابيز محدده عندك. انت عندك شيت اكسل او عندك فايل فيه ايميلات الناس اللي هم اوريدي كانوا عملاء عندك، او الناس اللي انت اوريدي عملت ايفنت وسجلوا معاك، فانت بتعمل اعلان للناس دول بس. طيب، تاني حاجه اسمها لوك لايك اودينس. لوك لايك اودينس دي معناها ان انت الفيسبوك عنده امكانيه ان هو يحلل الداتابيز اللي انت اوريدي حاططها له قبل كده اهوت، يشوف البيهيفير بتاع الناس دي عامل ازاي، الناس دي بتعمل ايه على الفيسبوك. مثلا هنفرض ان احنا الكاستم اودينس اللي احنا رفعناها له دول ناس مثلا بيحبوا في الرياضه الريال مدريد وبرشلونه، بيحبوا في المغنيين مثلا محمد منير وعمرو دياب، بيحبوا هوايه السباحه، بيحبوا ركوب الخيل، بيحبوا يعملوا شوبينج في اماكن معينه. فهو بيحلل الداتابيز دي الكاستم اودينس اللي انت مديها له، ويعمل لك داتابيز جديده ناس عندها نفس الاهتمامات بتاعت الحاجه دي، او بياكتوا بنفس البيهيفير اللي بيعملوه الاودينس بتوعك. فانت كده هو تقدر تجمع داتابيز عندك دي بالطريقه العاديه، وتقدر من خلال الداتابيز ديت تعمل لوك لايك اودينس او داتابيز ثانيه ناس عندها نفس الاهتمامات ديت، او بتاكت بنفس الطريقه على الفيسبوك اللي الداتابيز بتاعتك بتعملها. طيب، اخر حاجه اسمها ويب سايت كاستم اودينس. دي فكرتها ان انت بتعمل كود معين كده هوت على الويب سايت بتاعك، بتقول اي حد مهتم بالمجال بتاعي او اي حد بيدخل على الويب سايت بتاعي الفيسبوك هيسجله عنده بشكل من خلال الكود اللي انت حطيته دوت. الكود دوت اي حد هيدخل على الويب سايت بتاعك هيتسجل في داتابيز عندك. يبقى انت مثلا ممكن تعمل ويب سايت، انا ممكن اعمل ويب سايت باسم مثلا المبادره بتاعتي sbkits.com، اي حد بيدخل على الويب سايت دوت بيسجل في داتابيز، اقدر بعد كده ابعت او اعمل اعلانات للداتابيز دي. انت ما بتقدرش تحصل على الداتا بتاعتهم، بس بيتسجلوا عندك، والفيسبوك بيقدر يعمل دي كده هوت يعمل اعلان للداتابيز دي. الموضوع دوت ممكن يتم على الويب سايت بتاعك بشكل عام. اي حد مهتم بالويب سايت بتاعي او بيخش على الويب سايت بتاعي بيسجل في داتابيز، او ان انت تعمله لجزئيه معينه في الويب سايت بتاعك. يعني مثلا انا عامل موضوع مثلا بيتكلم عن الفيسبوك، او عامل اكتر من موضوع بيتكلم عن الفيسبوك، فبقول له اي حد بيفتح الموضوع بتاع الفيسبوك اقدر بعد كده مثلا لو انا هعمل كورس عن الفيسبوك اعلن للناس دول، لان الناس دي اوريدي مهتمه بالموضوع بتاعي. فانت كده بيبقى عندك اكتر من حاجه. عندك كاستم اودينس ان انت عندك داتابيز بترفعها للفيسبوك، عندك لوك لايك اودينس ان انت بالفيسبوك بيحلل الداتابيز بتاعتك سواء دي او دي، ويجيب لك ناس تانية عندهم نفس الاهتمامات ديت او بيعملوا نفس الحاجات اللي دول بيعملوها. وعندك الويب سايت كاستم اودينس معناها ان انت ممكن تعمل داتابيز من الناس اللي بتخش على الويب سايت بتاعك، او الناس اللي بيخشوا على جزئيه معينه في الويب سايت بتاعك. شكرا، واشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.